حكاية فيلمنا النهاردة عن ولد بيعاني من الكوابيس بعد وفاة أهله، ومع الوقت بتتحول كوابيسه لواقع بيتحقق حواليه. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نشوف أحداث فيلمنا النهاردة. بيبدأ فيلمنا مع رسباتي وهو نايم في أوضته، ولما بيسمع صوت والده ووالدته بيصحى وبيفضل ينادي عليهم ولكن محدش بيرد عليه. وفجأة بيسمع صوت خطوات وراه، ولما بيبص عليه بيلاقي والده ماشي وراه. وقبل ما يروح له الشباك بيتفتح فبيروح بسرعة يقفله، وبيرجع تاني ولكنه بيفضل يسمع صوت خطوات وراه وبنشوف شبح والدته بيقرب منه، ولكن أول ما بيبص لها بتختفي. ولما بيديها ظهره بتظهر تاني وبتكون عاوزة تمسكه، فبيجري رسباتي بسرعة وبيحاول يدخل أوضة معينة ولكن الباب بيتقفل قبل ما يوصل، وبيفضل يحاول يفتحه تاني وفعلا بيتفتح قبل شبح والدته ما يمسكه. وبيقفل الباب على نفسه ولكنها بتفضل تتكلم بصوت والدته وبتعيط وبتطلب منه يفتح لها الباب، وبيكون هيتخدع بصوتها فعلا. ولكن قبل ما يعمل كده بيخرج والده من الدولاب وبيكون على ايديه دم، وبتفضل والدته تصرخ بصوت عالي. ولما بيخرج من الأوضة بيلاقي نفسه موجود على الجسر اللي والده ووالدته ماتوا عليه، وبيفضل والده يسأله هو ليه ما ماتش معاهم. وبيصحى من النوم وبيكون كل ده حلم، وبيجهز علشان يروح المدرسة. ولما بيطلع من أوضته بيكون جده بيتفرج على الأخبار وبيسمع عن إن واحدة جديدة ماتت مخنوقة، وبيقول المذيع إن في أكتر من حالة ميتة بنفس الطريقة. وبيفضل رسباتي مركز مع الأخبار لحد ما بيخرج من البيت. ولما بيركب المترو بيفضل يسمع صوت والده ووالدته وهم بيطلبوا منه يساعدهم، وبيفوق بيلاقي نفسه في مدرسته وبيسأله راي صاحبه لو كان لسه بيعاني من الأرق، وبيوريه صور أشخاص ماتوا مخنوقين وبيقول له إن كلهم كانوا بيحلموا بأشخاص ماتوا قبل وفاتهم. وطبعا ده بيقلق رسباتي جدا. ولكن قبل ما يرد عليه المدرس بيدخل وبيقدم لهم ولان زميلتهم الجديدة، وبتفضل تبص على رسباتي بشكل غريب لدرجة إن راي بياخد باله من نظراتها الغريبة، وبيسأل رسباتي لو كان يعرفها ولكن رسباتي بيقول له إنه أول مرة يشوفها. ولما بيبحث راي عنها بيعرف إنها اتنقلت من المدرسة لأنها كانت بتضايق زمايلها، وبتكون ولان وحيدة في مدرستهم وما بتصاحبش أي حد. وفي يوم بيتصل جد رسباتي عليه بعد المدرسة وبيفكروا بميعاده مع دكتور لمنسى علشان يعالجه من الأرق. وأول ما بيسمع رسباتي صوت جده بيتعب وما بيكونش قادر يقف. ولما بيوصل للمستشفى ما بيردش على أسئلة الدكتور وبيفضل يفتكر شكل أهله وهم ميتين. ولما بيقول له الدكتور إنه لازم يتكلم عن السبب اللي مسبب له الأرق وبيكون يقصد حادثة أهله بيرفض رسباتي، وبيقول له يكتب له على أدوية تساعده على النوم وبيمشي. ولما بيرجع البيت جده بيتخانق معاه وبيقول له إنه لازم يتكلم مع الدكتور علشان يقدر يساعده، ولكن رسباتي بيقول له إن مفيش حد ممكن يساعده أبدا. وبيوقف كلام لما بيشوف شخص اسمه بيدو وبيعرفه جده إنه بيدو ده هيشتغل معاهم علشان يساعده في البيت. وقبل ما يدخل رسباتي لأوضته بيديله جده زيت وبيقوله يستخدمه قبل النوم لو الأدوية ما جابتش نتيجة. وبيفضل رسباتي تعبان وبيفضل يشوف والده ووالدته في كل مكان. وفي يوم بيشوفهم في المدرسة وبيكون خايف جدا لحد ما بتمسك ولان ايديه وبتقوله يهدى وبتقوله يتنفس بالراحة. وفعلا بيهدى رسباتي وبيروح يغسل وشه، وبتروح ولان وراه وبيسألها رسباتي لو كانت شافت اللي هو شافه، ولكنها ما بتردش عليه وبتقوله إنها حاسة بحاجة غريبة فيه، وبتقوله يتجاهل اللي بيشوفه مهما كان. وبعد المدرسة بيركب رسباتي الأتوبيس علشان يرجع للبيت، وبعدين شخص اسمه بايو بينام على كتفه، ولما بيمسكه علشان يبعد عنه بيلاقي نفسه في مكان ضلمة وبيسمع صوت أم بتعيط على بنتها. ولما بيمشي ورا الصوت بيلاقي بايو ومراته بيعيطوا على بنتهم الميتة، وأول ما بيبصله كل حاجة بترجع لطبيعتها مرة تانية. ولما بيرجع البيت بيستخدم الزيت اللي أخده من جده، ولكن أول ما بينام بيلاقي نفسه في غابة، وبيشوف بايو بيحاول يخرج من شجرة، وبيشوف واحدة مسنة وراه، وأول ما بتشوفه بتقوله إنه المفروض ما يكونش هنا. ولما بيخرج بايو من الشجرة في ضوء قوي جدا بيظهر وفي صوت بيغني، وبتقول الست المسنة الرسباتي إنه لازم يخرج من هنا بسرعة، وبتقتل نفسها وبتختفي. ولما بيقرب بايو بيختفي وبيسمع رسباتي صوته وهو بيموت، وبيفضل يجري في الغابة لحد ما بيصحى من النوم. ولما بيجهز علشان يروح مدرسته بيلاقي جده بيتفرج على الأخبار زي كل يوم، ولكنه بيشوف صورة بايو في الأخبار وبيعرف إنه مات. ولما بيروح المدرسة بيحكي الراي عن اللي حصل وبيكون متأكد إن كل ده مش صدفة، وبيقرر إنه يروح جنازة بايو. ولما بيوصل لبيته بيلاقي مراته بتعيط وبتقول للناس إن جوزها مات على إيد شيطان،
فبيسأل رسباتي واحد من جيرانها هي ليه بتقول كده، فبيقوله إنهم لقوا على رقبة بايو علامات بتدل على إنه مات مخنوق، وبيقوله إن في أشخاص كتيرة حواليهم ماتوا بنفس الطريقة. ولما بيبص رسباتي حواليه بيشوف الست اللي ساعدته في الحلم بتبص عليه، وبيجري علشان يروح لها ولكنها بتختفي. ولما بيرجعوا المدرسة بيقول لراي عن الست اللي شافها، وبتسمع ولان وبتروح تقوله إن الأحلام مكان خطير، وبتوريه صور شبه المكان اللي حلم بيه، وبتقوله إن عدد قليل من الناس بيقدروا يحلموا بالمكان ده وهم بكامل وعيهم، وبتعرفوا إن اللي بيشوفوا هناك بيحصل بالظبط في العالم الحقيقي. ولما بيرجع رسباتي للبيت جده بيسأله عن سبب خروجه من المدرسة، وبيقوله إنه كان قلقان عليه لأنه اتغير من بعد وفاة أهله، ولكن رسباتي بيقوله إنه كويس وبيدخل أوضته، وبيروح له بيده بعد ما بيخلص شغله علشان يعرفه إنه هيمشي لأن جده نام. ولكن قبل ما يمشي بيسأله عن السبب اللي بيخليه يتخانق مع جده طول الوقت، وبيقوله إنه عارف إن التفاهم مع شخص مسن صعب، ولكن بيفهمه إن جده قلقان عليه. فبيسأله رسباتي لو كان هو كمان عايش مع شخص كبير مزعج زي جده، فبيقوله بيدو إن وقته مع العيلة قليل ولازم يقدره. وبيسأله لو كان الزيت اللي استخدمه ساعده على النوم، فبيقوله رسباتي إنه ساعده شوية. ولما بيمشي بيستخدم رسباتي الزيت وبيدخل لعالم الأحلام تاني، وبيشوف واحدة بتخرج من الشجرة وبتمشي ورا الصوت، ولما بيحاول يوقفها بتبعده عنها وبتروح للشخص اللي بيغني وبتموت، وبترمي راسها الرسباتي. فبيجري بسرعة لحد ما الست الكبيرة بتقابله تاني، وبتقوله إن هو الوحيد اللي يقدر يوقف الشر اللي بيحصل، وبتقوله اسم نايمة لام وبتضربه بخشبة وبتخرجه من الحلم. ولما بيروح المدرسة بيقوله راي إنه دور ورا كل الأشخاص اللي ماتوا بنفس الطريقة، واكتشف إنه كلهم من قرية باجنجور. وبتسمعهم ولان وبتقول لرسباتي إنها تقدر تساعده علشان يقابل روح الست اللي ماتت في حلمه، وبتروح معاه للبيت وبتفهمه إنها تقدر تستدعي روحها وتخليه يتكلم معاها. وبيكون راي قلقان، ولكن ولان بتطمنه وبتقوله إن السلسلة اللي معاها بتحميها من الأرواح الشريرة، وبتقوله إنها لو ما قدرتش ترجع بنفسها ممكن يضربها أو يحاول يخنقها علشان تصحى. وبيعتقد راي إنها بتتريق عليه، ولكن رسباتي بيقوله يهدى وبيقوله إنه ممكن يستناهم برا الأوضة لحد ما يخلص. وبتبدأ ولان الطقوس وبتستدعي الروح. ولما بيبص رسباتي في المراية بيتأكد إنها نفس الست اللي شافها بتموت في الحلم، وبتقوله إنه لو كان عاوز يفضل في أمان لازم يدور على واحدة اسمها مستكة، وبتقوله إنها الوحيدة اللي هتعرفه الطريقة اللي ممكن يقتل بيها سكومة. ولما بيسألها إزاي هيلاقيها بتقوله إنه هيلاقيها قريب من النهر، وإنه هيشم حواليها ريحة زهرة نايملام. وبتدخل روح سكومة في ولان وبتفضل تصرخ، وبتقول لرسباتي ما يدورش عليها لأنها تجيله بنفسها، وبتخرج من جسم ولان. وبيعرف جده اللي حصل وبيحكي له رسباتي كل حاجة من البداية، وبيقول له إن كل الأشخاص اللي ماتوا من نفس قريتهم. ولما بيسمع بيدو اسم القرية بيتوتر وبيمشي من المكان، وبيقول جده إن أهل القرية كانوا بيعتقدوا إنهم أحفاد نايملام، وإن نايملام حارسة جبلهم المقدس، وإن المختارين منهم بيورثوا قوتها. وبتقرر ولان إنها تساعد رسباتي اللي بيقول لها إنها مش مضطرة تعرض نفسها للخطر علشانه، ولكنها بتقوله إنها عايزة تعرف أكتر عن عالم الأحلام علشان تتخلص من كوابيسها. وبتقوله إن أكبر كابوس ليها هي حياتها من غير والدتها. وتاني يوم بيقدر يوصل راي لعنوان مستكة، ولكن رسباتي بيتعب قبل ما يروحوا، وبيقوله راي إنه محتاج يرتاح، ولكنه بيرفض وبيخاف إن شخص تاني يموت من غير ما يقدر يساعده. وبيروحوا لعنوان مستكة وبيفضلوا يسألوا عليها لحد ما بيوصلوا لبيتها. وأول ما بيشوفها رسباتي بيفقد وعيه وبيدخل عالم الأحلام من تاني، وبيقابل أهله والمرة دي بيتكلموا معاه بهدوء. ولما بيقول لهم إنه مفتقدهم بيقولوا له إنهم هيرجعوا للبيت كلهم مع بعض، وبيمشوا ناحية سكومة، ولكن مستكة بتنادي على رسباتي وبتقول له يقاوم. ولما بيبص على أهله بيلاقيهم اختفوا، وبتقول له سكومة إن هو الشخص اللي كانت بتدور عليه من زمان. ولما بيسألها هي عايزة إيه بتهجم عليه، فبيطعن نفسه بالخشب علشان يخرج من الحلم. ولما بيفوق بيلاقي نفسه في بيته ومستكة قدامه، وبتقوله إنها كانت مستنية تقابله من زمان، وبتحكي له عن سكومة وبتقوله إنها كانت ساحرة قوية جدا من قرية باجنجور، وإن كل الناس كانت بتحترمها وكانوا بيعتبروها تسجيل لنايملام، وما كانوش يعرفوا عنها أي حاجة غير إن عايش معاها ولد صغير بتعتبره ابنها. ولكنها علشان تعرف أكتر عن عالم الأحلام وتزيد قوتها أكتر كانت بتضحي بالمرضى بتوعها في السر.
ولما اكتشف أهل القرية اللي بتعمله كرهوها وقرروا يعاقبوها وحبسوها في أوضة لوحدها، وبعد أسبوعين لقوها ميتة. ولكن أهل القرية خافوا يقربوا من جثتها وسابوها من غير دفن لحد ما اختفت. وبتعرفهم موستيكا إن سكومة بتحاول ترجع للحياة من خلال دم أهل القرية اللي بتقتلهم، وبتعمل طقوس قدامهم وبتوريهم إن ريسباتي هو الشخص اللي سكومة بتدور عليه لأنه وريث قوة ناي ميلام، وبتقول لهم إن هو الوحيد اللي يقدر يقتلها في عالم الأحلام. ولكن جده بيرفض بسبب خوفه عليه. ولما بيروح ريسباتي للمدرسة ولام بتقوله إنها غريبة زيه من وهي صغيرة، وبتقوله إنها بتسمع أصوات غريبة وعلشان ما تتجننش قررت تتجاهلهم، وإنها فضلت عايشة في سلام لحد ما والدتها اتقتلت، وإن من وقتها وهي مش عارفة تعيش. وبتقوله إنه عنده فرصة يساعد أشخاص كتير وبتتمنى إنه يستخدمها قبل ما يندم، فبيطلب منها ريسباتي تساعده. وبيروحوا لموستيكا وبيقول لها إنه مستعد، ولكنها بتقوله إنه ضعيف ولازم يحرق جثة سكومة الأول علشان يقدر يقتلها في عالم الأحلام. وبتقوله إنهم لازم يعملوا طقوس علشان يستدعي كل قوته، وإنهم هيحتاجوا شخص يقدر يدخل لأحلامه. وبتوافق ولان إنه يدخل لأحلامها، وبتبدأ موستيكا الطقوس. وبيدخل ريسباتي عالم الأحلام وبيشوف ولان وهي واقفة في الضلمة لوحدها وخايفة، وبياخد إيديها وبيقول لها تغمض عينيها علشان تقابل والدتها، وبيقدر ينقلها للمكان اللي والدتها اتقتلت فيه وبيخليها تشوفها قبل ما تموت. وبيخرج من الحلم وبيرجعوا لبيتهم، وبتفضل موستيكا لوحدها. وبنعرف إن بيدو هو نفس الشخص اللي كانت سكومة بتربيه وكمان جثتها لسه معاه. وتاني يوم بيعرف راي إن موستيكا اتقتلت. ولما بيحكي لريسباتي هولان بتتعب وبتسيطر عليها روح سكومة، وبتقول لريسباتي إنه ما يقدرش يأذيها وإنها مش هتخرج من جسم هولان غير لو راح معاها، وبتفضل تهاجمه وما بيكونش في حد قادر يسيطر عليها. فبيخبي ريسباتي وشها وبيضربها بقلم في دراعها علشان تفوق. وبتدخل هولان المستشفى، ولما بيعتذر لها ريسباتي بتشكره لأنه أنقذها، وبيكون راي سجل اللي حصل. وبيفضل يسمع الأغنية اللي غنتها هولان وبيكتب كلماتها، وبيقول لريسباتي إنه عاوز يشوف حاجة في أوضته. ولما بيدور في الأوضة بيلاقي تعويذة تحت السرير، وبتقول ولان إن اللي حط التعويذة في أوضته هو اللي استدعاه لحلم سكومة. فبيقول راي إن أكيد بيدو هو اللي عمل كده. ولما بيدور ريسباتي على جده بيلاقيه فاقد وعيه، وبيلاقي راي تعويذة تحت سريره، وبيلمس ريسباتي جده علشان يعرف اللي بيحصل له. ولما بيدخل حلمه بيشوف سكومة جنبه وبتقوله يروح معاها لو كان عاوز ينقذ جده. وبيقرب ريسباتي منها ولكن بيفتكر كلام موستيكا وبيغمض عينيه، وبيستخدم قوته وبيقدر يقيد سكومة، وبيسحب جده ليه وبياخده علشان يهربوا. ولكن سكومة بتحرر نفسها وبتطاردهم وبتهجم على ريسباتي. وبيفوق جده وبيطعن ريسباتي علشان يقدر يخرج من الحلم، وبيرجع ريسباتي لوعيه ولكن جده ما بيفوقش، وبيكون على رقبته آثار إيدين سكومة. وبيدخل المستشفى وبيندم ريسباتي لأنه كان بيزعله على طول، وبيقول لولان وراي إنه مش هيسامح نفسه لو جده مات بسببه. فبتشجع ولان علشان ما يستسلمش، وبتقول له إن جده لسه عايش ويقدر ينقذه. وبيطلع راي التعويذات اللي بتستدعي سكومة وبياخدها ريسباتي وبيقول لهم إنه يستدعيها لحلمه، وبيطلب منهم يساعدوه. وبيدي عنوان بيدو الراي وبيطلب منه يتأكد لو كانت جثة سكومة معاه. وبتقول ولان إنها تروح مع راي، وبيخاف ريسباتي عليها ولكنها بتقول له ما يقلقش عليها لأن راي هيكون معاها، وبتودعه وبتمشي. وبيدخل ريسباتي لحلمه وبيشوف أهله قبل ما يسافروا بالعربية ويموتوا، وبيقول لهم إنه هيسافر معاهم. وبيوصل راي وولان لبيت بيدو وبيلاقوا جثة سكومة، وبيدور راي على أي حاجة تساعدهم يحرقوها. ولكن قبل ما يحرقها بيدو بيهاجمهم وبيقول لهم إنه بيعمل كل ده علشان يساعد الإنسانة الوحيدة اللي اهتمت بيه واعتبرها والدته. وبيقول لهم إنه قتل موستيكا لأنها كانت هتبوظ خطته، وإنها كانت هتمنع سكومة ترجع له. وبيقول لهم يستعدوا علشان يموتوا. وعند ريسباتي بيفضل سايق العربية، ولما بيعدي على المنعطف اللي أهله ماتوا فيه والدته بترميه من العربية، وبتقابله سكومة وبتفضل تعذب فيه ولكنه بيستخدم قوته وبياخد الخنجر اللي المفروض يقتلها بيه وبيطعنها بيه، ولكن لازم يقطع راسها علشان تموت. وبيفضل بيدو يضرب في راي وبيكون خلاص هيقتله، ولكن ولان بتبعده عنه فبيسيبه وبيضربها. وبتقول سكومة لريسباتي إن واحد منهم بس اللي وبتفضل تضرب فيه جامد جدا. وبيفضل بيدو يضرب في راي وبتحاول ولان تقوم وتحرق الجثة، ولما بيشوفها بيدو بيحاول يمنعها ولكن ولان بتضربه بالسكينة وبتقدر تولع في الجثة. ولما بتتحرق قوة سكومة بتضعف وبيقدر ريسباتي يقطع راسها،
وبيحرر جده وبيخرجوا من الحلم. ومن الوقت ده بتتحسن علاقة رسباتي مع جده وبيتقبض على بيده، وبيتحسن رسباتي وبيقدر يكمل حياته بشكل طبيعي مع أولان. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة، وبنتعلم منه إن كل حاجة ممكن ترجع تاني إلا علاقتك بأهلك. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.